طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي التغطية بتاعتنا. ما شاء الله حشود ضخمة خالص. أنا جيت قبل ساعة تقريبا، العدد كان ما فايت له 50-60 نفر. الآن المحطة كلها مليانة. عن بكرة تبيها حديكم ده آخر زوم لي تقريبا. دي بداية المحطة محل ما حيجي القطر. وعندنا هنا يعني أنا طلعت في سقف فوق كده، الشعار كلك فوق بالذوق بالذوق. يعني احنا متوقعين القطر هسه في أي لحظة. قبل شوية كان شفت لي فيديو بأنه القطر في الكدرو، فبتوقع انه يكون يتحرك. في تغطية إعلامية رهيبة جدا، كمية من الكاميرات الحديثة. لمحت عصام عبد الحفيظ المصور وحسن اسمه بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا زي طيارتين فانتوم، هسه ممكن دي واحدة تقريبا. وين هي يا رب؟ عندنا طيارة فانتوم دي واحدة، وفي واحدة تانية بيضاء. ففي توثيق جميل جدا جدا، كمية مهولة بتاعت بشر. دي لحظة تاريخية جميلة جدا في الثورة السودانية، وإن شاء الله نقدر نبني عليها. لاحظت لي كم نفر بيزعلوا من انه عايزين لايفات. بفتكر انه في لايفات شغالة. اتمنى انه الناس تشير على اساس انه تدي فرصة كبيرة للمشاهدين داخل وخارج السودان يتابعوا التغطية دي. الحمد لله انا شخصيا غايته حجزت لي حته كده عاليه، وحاقدر نعمل تغطيه كويسه للقطر وهو داخل. المفروض تكون في مخاطبه وبعديها مسيره لموقع الاعتصام على الارجل على حسب علمي. من قبل شغاله هتافات ثوريه جميله جدا لاشعار حميد واشعار ثوريه جميله. أتمنى إنكم تشاركوا الفيديو، تشيروه، خلوا أكبر عدد من الناس يكونوا بيشاهدوا في اللحظة التاريخية دي. أنا أفتكر دي من أعظم اللحظات في الثورة السودانية. عطبر لعبت دور كبير جدا في الثورة، وتعذيبهم كان مختلف على حسب المعلومة اللي عندي. إنه الناس دي كان بيشربوهم موية البلاعات وبيحموهم بيها وبيخطوهم في الثلاجات، وصمدوا صمود غريب جدا. انا في واحده من الفيديوهات اللي سجلتها سجلت لي لقاء من ابناء دارفور عايشين في عطبره. فقال لي احنا جينا لنا شهرين هنا لانه هناك ما قادرين يتحركوا كويس، والتعذيب مختلف من تعذيب الخرطوم على حسب كلامهم. فلقيتهم من الناس المحتصمين يعني. فبفتكر انه احتمال عطبر يكون فيها كان يعني طبعا الاقاليم عامه ان جنرال جهاز الامن فيها وحشي جدا، لانه ما بكون في تغطيه اعلاميه والناس بتكون عارفه بعض. فكل الاقاليم كان فيها تعذيب شديد. يعني انا حاجه اللي عرفت انه عطبره كان فيها بالذات مدينه الحديد والنار كان فيها تعذيب اشد من باقي المدن على حسب معلومتي. عشان كده الناس يعني واقفه شيء جدا مع بلد الحديد والنار، وبيستاهلوا بصراحه. يعني في حضور ضخم وفي كميه من اليافطات. انا في الحقيقه معلق فوق هنا في مظله، وتحت المظله دي زي ما شايفين او ما انتم ما شايفين، لكن تحت المظله دي في كميه من اليافطات بتحيي الثوار عطبره. الشعار الان 30 سنه بترقص والليله رقصتنا. 30 سنه بترقص والليله رقصتنا.
بكرر تاني أدعو الجميع إنه يشيروا التوثيق ده. أنا حجزت لي مكان جميل تقريبا حيوثق الدخول بتاع القطر والثوار وكده، فعايزين نخلي كل السودانيين حول العالم يقدروا إن شاء الله يلقوا فرصة يعاينوا للتغطية دي. وزي ما ذكرت قبل في تغطية إعلامية كبيرة جدا. هسه حعمل زوم ده مثلا واحد من الفوتوغرافر تقريبا، في كمية من الانترناشونال فوتوغرافرز. قبل شوية لقيت رفيدة ياسين بتوثق، واتخيل انه الحاجة دي تكون منقولة في الحدث احتمال. ففي انترناشونال فوتوغرافرز، في كمية من الفانتومز، تصوير بتاع فانتوم، تصوير فوتوغرافرز زي ما ذكرت عصام عبد الحفيظ وصديقنا حسن وهتاف. يعني أنا من هنا بسمع الهتاف بتاع الجهة الجنوبية من المحطة. لكن هناك فوتوغرافر برضه، فيديوغرافر. يعني قادر أسمع عليه تقريبا نوعين أو 3 أنواع بتاعت هتاف في نفس الوقت. عدد مغدر لاستقبال ثوار عطبرة. دي الناحية الجنوبية للناس عشان تقع لهم الفكرة. الحتة اللي أنا بصور عليها دي الناحية الجنوبية، اللي هو حنكون ماشيين على القيادة العامة الاعتصام. القطر حيكون جاي من الجهة الخلفية مني أنا اللي هي هنا كده، حيكون جاي من جهة الكدرو. زي ما ذكرت قبل شوي انه شفت لي فيديو بانه القطر في الكدرو كان وكان في مخاطبة. ما عارف اذا نكتة ولا لا، لكن عرفت انه ناس شندي حلفوا وقالوا انه القطر ما يتحرك الا يفطروا الجماعة. فدي واحدة من الرسائل اللي جاتني يعني. فكان متوقع انه يصل الساعة 1:03 على حسب المعلومة اللي جاتنا. أنا هنا من الساعة 1 في المحطة. كان العدد بسيط جدا، 50-60 فرد. هسه تقريبا يعني على حسب نظرتي أنا، مايت بي رونج، احتمال أكون غلطان، لكن دي ما أقل من 2500 ل 3000 نفر موجودين في المحطة هنا. كل الناس علي عثمان وكتايبه أمنوا. سدشة ونايبه، علي عثمان وكتايبه أمنوا ونايبه. هنا هتاف مختلف، الدم قصاد الدم، ما بنقبل الدية. الناس دي شعرت بها مبغوء يعني. في غبن شديد جدا، في فساد ضخمة جدا في السكة حديد. كان في يعني أسامي قبل اتذكرت لناس شغالة في السكة حديد، ذكرهم بالأسامي إنه ما عايزينهم ولازم يترفضوا. قبل كان برضو جاتني واحدة من الهيدلاينز بتاعت الجرايد، الرسالة بتاعت الهيدلاينز بتاعت الجرايد. في واحد بيذكر او في واحدة من الهيدلاينز بتقول انه في واحد في السكة حديد عنده 11 وظيفة. انا حضرت له مخاطبة في ميدان الاعتصام قبل اسبوع تقريبا. مهندس بيتكلم عن انه هو شغال في إدارة المشاريع. طلع خطب وقال قضيتي دي من اشهر القضايا في عطبرة. كان بيتكلم عن انه هو شغال في إدارة المشاريع قسم الهيكل الوظيفي بتاعه. ذكر كمية من الوظائف، قال لي تخيلوا انه في الهيكل الوظيفي ده كله شغالين 2، انا والمدير بتاعي. المدير ماسك 6 وظائف ماسكه هو، وبياخد 6 مواهي بتاعت 6 وظائف. الحاجة دي انا شاهدتها وحضرت المخاطبة دي، وبعديه بعد ما هو انتهى انا ذاتي خطبت بعديه. تكلمنا عن الفساد في السودان. فتخيل لي عطبرة فيها فساد، انا شخصيا ما مشيتها قبل كده، لكن عطبرة تخلي فيها فساد ضخم جدا جدا.
في السكة حديد، لأنه قبيل وأنا وقت جيت وكان في حوالي زي 70 نفر من أهالي عطبرة في انتظار القطر زي الساعة 1. كان في مخاطبات بتاعت كان في مخاطبة عن الفساد في السكة حديد وعن الأسامي بتاعت الناس اللي بيديروا في السكة حديد. قبيل برضو واحدة من الرسائل اللي جاتني إنه مدير السكة حديد في عطبرة الليلة طلب الحضور والانصراف لعمال السكة حديد. وطبعا بتخيل إنه كل العمال السكة حديد قالوا له عليك اللعنة الترجمة بتاعت الأفلام، وعارفين قصدي شنو طبعا. نتوقع دخول القطر في أي لحظة، وافتكروا تأخر هو يعني أكثر من اللازم، ومع التأخير دي كله تأخيرة في أخيرة في حضور جميل جدا من الثوار، هتافات مدورة. هتافات شغال. نذكر الجميع بأنه اللي بيقدر يشير على أساس إنه ندي أكبر فرصة بالذات للناس السودانيين اللي برا السودان يقدروا يشاهدوا اللايف ده ويتابعوا لحظة دخول قطر عطبرة، قطر الثوار من عطبرة مدينة الحديد والنار. الليلة استقبال كبير جدا لهم ولثوار عطبرة، المدينة اللي أشعلت الثورة في 19 ديسمبر وقدمت أكثر من 8 شهداء. الناس كسرت الخوف، وبعد كده زي ما قال السرقادور في قصيدته مواقف ما بتتراجع تاني. ديفنتلي ما حيكون في رجوع، كل مطالبنا لازم تتحقق. المجلس العسكري إذا هو بيحاول يستمع لحسالة الأحزاب السياسية اللي كانوا مشاركين لحد آخر لحظة في حكومة الفاسد المخلوع عمر البشير، لازم يشوفوا المناظر دي، لازم يشوفوا إنه أهل السودان وشعب السودان مع أحزاب الحرية والتغيير، الناس اللي مضت في الحرية والتغيير، كل الأحزاب وكل التجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية، ديل الناس اللي مضوا على الحرية والتغيير، وهم ديل الممثلين انهم هنا قدامكم هنا في المحطة دي. وافتكر لازم الناس تتوحد وتقيف قصاد مطالبها، كل مطالبنا لازم تتحقق حتى بعدين نفض الاعتصام بتاعنا. عرفت الليل انه في موكب بتاع مهندسين وفي موكب بتاع كل شركات دال، كل شركات دال حتكون من بري الساعة 4، وفي موكب بتاع مهندسين، وحيكون في موكب عطبرة. القطر تقريبا فيه زي 5 قمرات، 1 2 3 4 قمرات. ايوه دي الساعة بتاعت القطار. يعني انا بفتكر الناس في القطار ما حيكونوا كتار شديد، لكن جود ريبريزنتيشنز يعني في النهاية منهم من اهالي عطبرة. الثوار حيكونوا هسه هنا الثوار في الارض حيكونوا هم الممثلين تمثيل كبير جدا. الموكب حيتحرك من هنا على حسب ما انا فاهم، على حسب علمي الموكب حيتحرك من هنا من محطة الخرطوم بحري، وحنمشي على الأقدام لحد القيادة، وعلى حسب ما فهمت برضو إنه مفروض وراني يكون القطر. ده حيكون رمزية جميلة جدا للموكب ده إذا تمت حسب المعلومة جاتنا. واحد كتب قال احنا على الجزيرة مباشر، هذا كلام غريب جدا، ما للدرجة دي كمان. أعيد وأكرر بأنه
انه الهتاف هنا في ممكن تسمع 3 هتافات مختلفة، حضور مميز من كل الأطياف، نساء وأطفال، شابات، كنداكات، شباب. في أثناء ما أنا قاعد هنا واحدة من المعلومات اللي عرفت إنه في طلب. طبعا في كمية من الأخبار بتجي ما بعرف الحقيقي منها من الكذب، لكن في طلب عجبني جدا. قالوا في طلب قدموه الثوار للمجلس الانتقالي بتغيير شارع عبيد ختم من الصينية بتاعت بري لحد شارع أفريقيا نسميه شارع الكنداكات. نتمنى كلنا يعني نبصم على الطلب ده. ما عايزين شارع بأسامي الإسلاميين السابقين. شارع الشهيد عبيد ختم حيتقلب لشارع الكنداكات، ما عايزين نسميه تاني عبيد ختم. الحضور في توافد. أعيد وأكرر، تغطية إعلامية كبيرة جدا. ده برضو شاب تاني برضو شايل له كاميرا حديثة بيغطي في تغطية كويسة. أتمنى إنه كل الناس قادرة تشوف لايفات جميلة. دي واحدة من البوسترات لو قدرنا نركز عليها، حاجة كده هيتو. أيوة، جماهير عطبرة، هو الحرية والتغيير، وطن كده بلا كيزان. زي ما ذكرت لكم في كمية من اليافطات في الحتة اللي أنا واقف فيها دي ذاتها، في الفيشة بتاعتها بقدام معلقة كمية من الشعارات الجميلة. الثوار مترقبين قطر عطبرة، ما عارفين التأخير في شنو. قبل شوية كان رفعوا الناس من القضيب. بفتكر انه يعني الحلال اللي بيقف فيها والمناطق اللي بيقف فيها من السهل انه يعني يخلوا القطر يمر عادي يعني من غير ما يكرموهم ويكون في مخاطبات. يعني في ما شاء الله برضو يعني شباب طلعوا في الجانب الشمالي من المحطة، برضو في سقف كبير، العلامة السودانية. العلامة السودانية بتحلق في محطة بحري. بيقولوا لي في 8 قمرات قطر عطبرة، كويس جدا. أنا عديت بالقمرات اللي هنا عندنا في القطر الجنبنا ديل تقريبا 4، فإذا في 8 قمرات مع عدد جميل. وقال لي في ناس مشمعين، يعني دي واحدة من الرسائل اللي جات. نتمنى نشوف أكبر عدد من ثوار عطبرة في الخرطوم. برضو المعلومة جاتني إنه المفروض يكونوا بايتين معانا لحد بكرة الساعة 3 بالظهر، إذا هي الحاجة الحقيقية ولا لا، لكن دفنت حيكونوا بايتين، حيغادروا بتين الله أعلم. لكن سمعت إنه الساعة 3 ظهرا بكرة. كويس. عرفت إنه اللايف ده منقول على الجزيرة مباشر. تحياتنا لكل السودانيين اللي بيتابعوا الجزيرة من خارج السودان. معاكم من محطة قطار بحري، المحطة الرئيسية. احنا بنتوقع القطر يخش في أي لحظة. يتحرك من عطبرة الصباح الساعة 8:10 تقريبا. يتحرك القطر بتاع عطبرة ووقف في محطات مختلفة. الشعار الآن ثوار أحرار، حنكمل المشوار.
ما دام احنا منقولين في الجزيرة مباشر على حسب الرسائل اللي بتجي، أحب أحيي جماهير الشعب السوداني بأنه سطروا أجمل ثورة من وجهة نظري في العالم، مش لأني سوداني لكن دي أجمل ثورة في العالم كلنا نفتخر بها. ثورة كانت ضد الفساد وضد الإسلام السياسي وضد القتل وضد التنكيل. الشباب هنا في السودان طلعوا طلعة قوية جدا جدا، وقوات الأمن سكاهم بالعربات التاتشرز التايوتز بتقتل فيهم. الثورة تقريبا حصدت غرابة يقولوا 100 شهيد، حوالي 100 شهيد تقريبا مهروا دمهم للثورة السودانية. كلنا شفنا في الفيديوهات اللي تسجلت كمية الانتهاكات، دخول قوات الأمن للبيوت والضرب بالرصاص داخل البيوت، الاحتغالات، التعذيب والقتل والتعذيب الوحشي حتى الموت، زي الأستاذ في مدينة حلفا أحمد الخير اللي اتقتل بطريقة بشعة، استشهد بطريقة بشعة باستخدام الخازوق. ما بفتكر انه في ثورة في افريقيا ولا في الوطن العربي مرت بالتنكيل اللي احنا مرينا به، ودي حاجة يعني حتدرس في التاريخ، حتدرس في التاريخ. ثورة سلمية 100%. وقت ما بنقبض الزول الأمنجي بنقول له قوم يا حيوان احنا اخوانك. الحاجة اللي اتعملت دي أنا بفتكر كل دول العالم فاتحة كراسات وبتتعلم مننا وحتتعلم مننا. شعبي مسالم، شعبي صابر، وصبر كثير جدا في ال30 سنة اللي فاتت ضد فساد الدين وضد اللعب بالعقول، والآن انتفض وقال كلمته. نسمع الهتاف الجميل يا نحن يا الكيزان. زورة زورة الثورة الدكران زورة الثورة الدكران زورة كما من الميدان زورة كما من الميدان زورة لو كنت غير يا زول زورة لو كنت غير يا زول زورة وعجبت للكيزان زورة حقق علينا عديل زورة هنغادر الميدان زورة هنغادر الميدان زورة لو زفت من قولك لو زفت من قولك زورة لو زفت من قولك زورة صايمين معاك رمضان زورة معاك رمضان، صايمين معاك رمضان، صايمين معاك رمضان، صايمين معاك رمضان، صايمين معاك رمضان. سجدت مع سجدت صابرنا، سجدت مع سجدت صابرنا، سجدت مع سجدت صابرنا. المطالبة بمحاكمة فلول النظام وبالأخص القوات الأمنية اللي انتهكت البيوت وقتلت. الهتاف الجديد ما دارين زين العابدين رئيس عضو في المجلس العسكري، رئيس اللجنة السياسية، واحد من الكيزان الكبار.
كده شكلي حوقف اللايف وحارجع تاني مع دخول القطر. ما عارف التأخير لشنو، زي ما بدينا نجهز هنا بدينا نجهز والثوار بدوا يسألوه منه أو يطلبوا منه يطلع من القضيب. القطر متأخر جدا هسي، فحاطلع لايف تاني بعد لما أكون شايف القطر يعني وجاي علينا. تحياتنا للجميع ومنصورين إن شاء الله.